بتبدأ الحكاية بمتسابق اسمه كارول شيلبي، وكان مشهور باسم شيل. وساعتها بقى كان في سباق اسمه لامانس، وده كان سباق عالمي، وكان عبارة عن 24 ساعة بيفضل فيها المتسابقين يلفوا حوالين الطريق، ولما الوقت بيخلص بيشوفوا مين لف أكتر ويبقى هو اللي كسب البطولة. ووقتها بقى شيل كان من أحسن المتسابقين في أمريكا، بس للأسف وهو في وسط السباق عينيه بدأت تقفل وما كانش شايف حاجة، وبسبب كده خرج من السباق وانسحب، مع إن البطولة دي كانت مهمة جدا بالنسبة له. وفي اليوم اللي بعده شيل راح للدكتور عشان يعرف إيه اللي بيحصل له، بس الدكتور ساعتها صدمه وقال له أنت عندك صمام في القلب مسدود ومش هينفع تشارك في البطولات تاني، وحذره وقال له لو ما عملتش كده ممكن في أي سباق يجيلك أزمة قلبية وتموت وانت في وسط السباق. وطبعا بعدها شيل ما نطقش ومشي من عند الدكتور، وكان متعصب جدا من الكلام اللي سمعه عنده. وعلى الجانب الآخر ده كين مايلز، وكان فاتح مركز تصليح عربيات، بس برضه كان متسابق جامد وبيفهم كل تفصيلة في العربية. وبعد فترة كان في سباق، وكين كان داخل السباق ده بعربيته، بس للأسف وقتها في واحد من الحكام كان بيفحص عربية كين ولقى إن الشنطة ما بتقفلش، فقال لكين إن كده مخالف، وبالمنظر ده عربيتك مش هينفع تخش السباق. وفي نفس الوقت ده شيل كان واقف مع مدير شركة بورش، والمدير كان بيقول لشيل إنهم عايزين سواق يسوق عربيتهم في السباق ده لأن السواق بتاعهم تعب ومجاش. فشيل قبل ما يرد عليه سمع صوت كين وهو بيتخانق مع الحكم، ولأن شيل صاحب كين شيل راح له وحاول يهدي الحكم عشان يخلي كين يشارك في السباق. وكين ساعتها مسك الشاكوش وفضل يخبط في شنطة عربيته عشان يخليها تقفل، ولما أخيرا الشنطة قفلت شيل عرف يقنع الحكم، وكده كين هيخش السباق. وبعدها شيل قال لكين إنه كان واقف مع مدير شركة بورش، والمدير كان بيطلب منه سواق عشان يسوق عربيتهم، وقال له إيه رأيك لو رحت أنت سوقت عربيتهم؟ بس لأن شركة بورش ساعتها كانت جديدة كين رفض وقال لشيل أنا هشارك بعربيتي. فشيل حذره وقال له أنت لو دخلت بعربيتك أكيد هتخسر. فكين وقتها اتضايق من كلامه ورمى على شيل مفتاح تصليح العربية، بس لحسن حظ شيل المفتاح جه في إزاز عربيته وكسره. وبعد الموقف ده شيل أخد المفتاح واداه للمساعد بتاعه وقال له علقه عندي في المكتب عشان المفتاح ده في يوم من الأيام هيبقى تمنه غالي جدا. وطبعا دلوقتي كلكم هتسألوا هو شيل دوره ايه بما انه مش هيشارك في السباقات؟ شيل فعلا من بعد كلام الدكتور ما بقاش بيشارك في السباقات، بس فتح مركز صيانة كبير وبقى بيصلح ويصنع فيه عربيات، وكمان كان شاطر جدا في شغلانته، وكل شركات العربيات المعروفة كانوا عارفين شيل وبيحترموه لأنه شاطر وفاهم جدا في شغلانته. نرجع تاني للفيلم، كين فعلا دخل السباق بعربيته وكان ساعتها أسرع واحد ومتفوق على كل العربيات كالعادة. بس للأسف في نفس الوقت ده الضرايب راحوا للمركز بتاع كين، ومراته كانت هناك وقتها وعايزة تفهم هما جايين يعملوا ايه، وساعتها صدموها لأنهم قفلوا المركز عشان كان عليه ضرايب متأخرة. وعلى الجانب الآخر كين كان لسه في السباق وكان بيعدي من العربيات بكل سهولة، وفي النهاية فعلا هو اللي كسب وأخد المركز الأول باكتساح. وطول السباق شيل كان واقف وعمال يتابعه، وحتى بيتر ابن كين كان واقف هو كمان وبيشجعه. ولما كين خلص روح البيت وكان شايل بيتر عشان كان نايم، ولما كين قعد مع مراته عرفته إن الضرايب جت النهاردة وحجزوا على المركز بتاعه، وقالت له إن كده وضعنا المالي بقى صعب جدا. فساعتها كين طمنها وقال لها ما تقلقيش لأن وضعنا المالي هيتحسن قريب. وفي اليوم اللي بعده بنشوف صاحب شركة فورد، وكان وقتها عامل اجتماع لكل الموظفين عنده، وكان اسم الراجل ده هنري فورد. وأثناء الاجتماع فضل يزعق للموظفين كلهم وقال لهم هرفتكوا لو ما جبتوليش أفكار جديدة، وعرفهم إن أي حد مش هيطور من نفسه ويطور من تفكيره للشركة يعتبر نفسه مرفوض من الشركة وما بينتميش لفريق فورد. وبعد ما خلص الاجتماع مع الموظفين دخل عمل اجتماع مع الإدارة عشان يقول لهم برضو نفس الكلام.
وأثناء اجتماع الإدارة بنشوف مدير التسويق وكان اسمه ليه، وساعتها كان مجهز حبة أفكار وكان بيعرضها عليهم في الاجتماع. واللي كان قاعد جنب هنري ده المدير التنفيذي بتاع الشركة وكان اسمه ليو، وكان كل ما ليه يقول حاجة ليو يتريق ويضحك على كلامه. بس ليه كان عنده معلومة جديدة إن صاحب شركة فيراري الإيطالية أعلن إفلاسه، وعرفه إن دي فرصة ما تتعوضش عشان يدخلوا معاه في الشركة بتاعته. فهنري لما سمع الكلام عجبته الفكرة وقال ليه أنت المسؤول إنك تنفذ الفكرة دي. وفراري في الوقت ده كانت من أقوى الشركات اللي بتصنع عربيات سباق. وفعلا في اليوم اللي بعده ليه وصل لمقر شركة فراري وكان مكانه في إيطاليا. وأول لما دخل استقبلوه استقبال كويس، وبعدها راح وقعد مع صاحب الشركة وكان اسمه إنزو فراري. وليه وقتها قدم له عرض الشراكة بينهم، فإنزو رحب بيه وقال له يستريح شوية لحد ما يقروا ويراجعوا العقود. وبعدها بساعتين إنزو خلص وسأل ليه هو أنا لو عايز أخش سباق لامانس وإنتوا رفضتوا إيه اللي هيحصل؟ فليه قال له لو إحنا رفضنا يبقى كده مش هينفع تدخل السباق. فإنزو اتعصب من كلامه وأمن على المكتب بتاعه وهزق ليه. ولما ليه سأله عن موضوع الشراكة إنزو عرفه إنه كده رفض الشراكة، وقال له يعرف هنري فورد إن هو فاشل وكمان شركته هتفشل قريب. وفي اليوم اللي بعده ليه رجع الشركة وعرف هنري كل اللي حصل، وكمان قال له إن إنزو بيقول عليه فاشل وبيقول على شركته هتفشل زيه. فهنري لما سمع الكلام ده قرر إنه ينتقم من إنزو، وقال إنهم لازم يصنعوا عربية سباق وياخدوا بيها بطولة لامانس. وكمان وقتها أمر ليه وليو إنهم يتولوا المهمة دي، وقال لهم كمان إن ميزانية صناعة العربية مفتوحة، وكده شركة فورد هتبدأ صناعة أول عربية سباق ليهم. وفي اليوم اللي بعده ليه راح المركز عند شيل، وليه عرف شيل بنفسه وقال له إنه واحد من المسؤولين في شركة فورد. وبعدها سأل شيل هو احنا محتاجين ايه عشان نكسب بطولة لامانس، وده بما إن شيل المتسابق الوحيد الأمريكي اللي أخد البطولة دي قبل كده. فشيل صدم وقال له إن مستحيل تعمل عربية في الوقت القصير ده، ومش بس كده ده انت كمان عايزها تاخد بطولة لامانس، وغير ده كله ان الوقت قصير عشان البطولة فاضل عليها 90 يوم بس. فليه قال له طب لو قلتلك الميزانية مفتوحة واي مبلغ هتطلبه هتلاقيه تحت امرك، ومش بس كده ده كمان انت هتبقى المسؤول عن صناعة العربية دي. فشيل قال له الفلوس مش هتشتري المكسب، بس ممكن تشتري الراجل اللي هيوصلك للمكسب، وكان قصده طبعا على نفسه. وبكده خلاص شيل اتفق معاهم وهيحاول على قد ما يقدر انه يصنع لهم العربية. وفي اليوم اللي بعده شيل راح عند كين في المركز اللي بقى بيشتغل فيه بعد ما المركز بتاعه اتقفل، واخدوا وراحوا مطعم عشان يعرفوا انه بقى المسؤول عن تصنيع عربية سباق لشركة فورد. وكمان شيل طلب من كين انه يشتغل معاه على تصنيع العربية دي، بس كين رفض وقال له إن الشركة دي كلهم منافقين وما بيهمهمش غير مصلحتهم، وعرفوا كمان إن الشغل معاهم صعب جدا. فشيل مرضاش يضغط عليه وقال له فكر براحتك، وكمان عرفه إن بكرة في معرض معمول لشركة فورد وطلب منه إنه يجي يتفرج. وفي اليوم اللي بعده فعلا كين وابنه راحوا المعرض، وبيتر ابن كين كان بيتفرج على عربية فورد موستنج وفتح الباب بتاعها. بس ليو أول لما شافه راح وقال له ممنوع تلمس العربية، وكمان راح لكين وقال له خلي ابنك ما يلمس أي عربية هنا. فكين اتضايق وقال له انت مين عشان تقول الكلام ده؟ فقال له انا اسمي ليو المدير التنفيذي لشركة فورد، وكان بيكلمه بأسلوب وحش جدا. بس لأن كين مش عايز يعمل مشاكل أخد ابنه بيتر ودخل لمكان المؤتمر. وشيل أول لما شافه راح له بسرعة ورحب بيه وقال له إنه مبسوط جدا إن هو جه. وبعدها بشوية شيل طلع عشان يقول كلمة للصحفيين وقال لهم استنوا عربية سباق لشركة فورد وهتكون قادرة تنافس في كل السباقات والبطولات العالمية. ولما الليل جه كين كان مروح لبيته، بس لقى هناك شيل قاعد مستنيه قدام البيت وقال لكين تعالى معايا مشوار نص ساعة وهرجعك تاني. فكين رفض وقال له إن الوقت متأخر
بس شيل برضه كان مصر وقال له نص ساعة بالظبط وهرجعك لحد هنا. وفعلا وقتها قدر يقنعه، وأخدوا وراحوا للمركز بتاعه عشان كان عايز يفرجوا على العربية اللي هيشتغلوا عليها. وأول لما كين شاف العربية عجبه جدا شكلها، ومش بس كده ده كمان ركبها عشان يجربها. وبعد لما لف بيها شوية رجع لشيل تاني وقال له إن العربية وحشة في الفرامل وفي الموتور وفي الجسم بتاعها. ومعنى الكلام اللي قاله كين ده إن هو خلاص وافق يشارك في تصنيع العربية مع شيل. وفعلا من تاني يوم على طول بدأوا التعديلات وتجارب قطع الغيار، وبرضه جربوا موتور جديد عشان كانوا عايزين يوصلوا لأفضل أداء. وبعد كام يوم كين طلع عشان يجرب العربية بعد ما عملوا فيها حبة تعديلات، بس لسه برضه ما كانتش خلصت. وللأسف في الوقت ده جه المدير التنفيذي عشان يتابع مراحل تصنيع العربية. ولما شاف كين سايق العربية قال لشيل إن مش هينفع كين هو اللي يسوق العربية في السباق، وده لأن كين ما بيلتزمش بالتعليمات، وكمان مش هينفع يكون هو واجهة شركة فورد. ولما شيل حاول يقنعه ليو رفض وقال له إن ده قرار نهائي وكين مش هيسوق العربية تاني. وطبعا للأسف شيل ما كانش في إيديه حاجة يعملها لأن القرار بإيدهم هما. وبعد لما ليو مشي شيل جاب كين وحكاله كل اللي حصل معاه، وكمان عرفه إنه مش هيسوق العربية تاني. فكين ساعتها زعل لأن بكرة كان السباق الربع نهائي للبطولة. وفي اليوم اللي بعده جه ميعاد السباق الربع نهائي، وللأسف كين كان في الورشة بيسمع السباق في الراديو. ولما السباق انتهى فورد أخدت مركز وحش لأن السواق الجديد مش واخد على العربية. وفي اليوم اللي بعده شيل راح المكتب عند هنري عشان يعرفه إن اللي بيحصل ده مش هينفع. ولما دخل مكتب هنري قال له اديني سبب واحد ما يخلينيش أرفدك انت وكل الفريق اللي شغالين على العربية. والسبب في كده طبعا إن عربية فورد أخدت مركز وحش في بطولة الربع نهائي. فشيل قال له لو بصينا لها من منظور آخر هنلاقي إن العربية جابت سرعة 210 كيلومتر في الساعة، وده معناه إن العربية كان أدائها كويس جدا. بس المشكلة كانت مشكلة سواق، وده كان اختيار المدير التنفيذي ليو. وقال له لو هنكمل في العربية وفي السباقات لازم أنا اللي أكون صاحب القرار الوحيد في الموضوع، ومش هينفع القرار يبقى في إيد كذا واحد وفي الآخر بيجيلك المعلومات غلط. فهنري قال له إن الشركة دي ملهاش غير صاحب واحد وأنا بس اللي أقدر أوزع المهام. وقال له أنا بقولك من النهاردة أنت المسؤول قدامي عن العربية وعن كل السباقات اللي هتخشها. وبكده شيل عمل اللي هو عايزه ومش هيخلي ليو يتدخل في السباقات تاني. وفي اليوم اللي بعده شيل راح لكين عشان كان عايز يفرحه ويعرفه إن هو اللي بقى المسؤول عن السباقات، وكمان قال له إن كده أنت اللي هترجع تسوق العربية تاني. وفعلا من بعدها رجعوا تاني يعدلوا في العربية، وكين كان بعد أي تعديل بيطلع يجرب العربية على الطريق عشان يختبر الأداء بتاعها. بس في يوم من الأيام شيل جاله مكالمة من ليه وقال له إن ليو قدر يقنع هنري إنه يرجع يمسك المشروع تاني، وقال له إنهم هيجولك بكرة عشان يعرفوك الخبر ده، وحاول تتصرف وتشوف حل قبل ما يجوا يبلغوك. بس للأسف في نفس الوقت ده كين كان بيجرب العربية بره وفرامل العربية خلصت، ولأنه ما كانش عارف يوقفها العربية ولعت بيه. ولما شيل شاف العربية بتولع ساب التليفون بسرعة وجري عشان يطمن على كين، وساعتها طلعوه من العربية بس لحسن حظه ما حصلوش حاجة. ولما دخلوا للمركز تاني كين قال لشيل شكلك متغير، هو في حاجة حصلت؟ فشيل قال له لأ، خليك انت في التعديلات وانا المواضيع التانية هحلها بنفسي. وفي اليوم اللي بعده هنري وليو وصلوا المركز عند شيل عشان يعرفوه آخر الأخبار. بس شيل بقى كان عمل خطة وبدأ ينفذها فعلا، وراح قال لليو عايزك في المكتب عشان نتكلم. وأول لما ليو فعلا دخل المكتب شيل طلع منه وحبس ليو جواه. ولما نزل تاني قال لهنري اركب معايا عشان أوريك العربية وأفرجك على آخر التطورات اللي وصلنا لها. وساعتها بقى شيل كان عمال يجري بأقصى سرعة، وكان الهدف من كده إنه يخلي هنري مبهور. وبعد لما خلص وقف فجأة
فهنري وقتها فضل يعيط وقال لشيل أنا كان نفسي أجدادي يكونوا عايشين عشان يتفرجوا على العربية الجميلة اللي صنعتها. فساعتها شيل استغل الفرصة وقال لهنري العربية قوية ولازم اللي يسوقها يبقى قوي ويتحكم فيها. فهنري قال له صح كلامك مظبوط. فشيل قال له كده لازم اللي يسوق العربية دي يبقى كين عشان هو أكتر واحد تعب في العربية وعارف كل تفصيلة فيها. فهنري رفض وقال له إن المسؤول دلوقتي هو ليو وهو الوحيد اللي يقدر يتصرف في الحكاية دي. فشيل وقتها جات له فكرة وقال لهنري خلي كين يسوق في النص نهائي ولو كسب فعلا خليه يسوق في النهائي. فهنري قال له طيب لو خسر؟ فشيل قال له لو خسر هيبقى مركز الصيانة بتاعي ملك ليك ولشركة فورد. فطبعا وقتها هنري وافق عشان العرض ده ما يتفوتش. وبعد كام يوم جه يوم بطولة النص نهائي وفعلا كين دخلها بعربية فورد. وطبعا كالعادة كين كان متفوق على كل العربيات وقدر في النهاية يكسب المركز الأول. وكده الاتفاق بين هنري وشيل هيتنفذ وكين هو اللي هيسوق في النهائي وهو هيبقى واجهة شركة عربية فورد في بطولة لامانس. ولما الليل جه الفريق كله بيكون فرحان وعمال يحتفل بكين. وبعد كام يوم أخيرا جه السباق النهائي لبطولة لامانس وكل المتسابقين كانوا بيستعدوا عشان يبدأوا البطولة. وبعد ثواني بدأت البطولة فعلا بس كين في البداية كان متأخر واللي كان متصدر السباق كانت عربيات فيراري. والسبب في تأخير كين لأن باب العربية بتاعته ما كانش عايز يقفل وما كانش عارف أصلا يسوق ولا يتحكم في العربية بسبب الباب. ولما خلص كين أول لفة راح للفريق بتاعه عشان يقفلوا له الباب ولما فعلا عملوا كده وقفلوه كين بدأ بسرعة في اللفة التانية بس طبعا كان متأخر عن كل العربيات. ولأن المرة دي ما كانش في حاجة معطلاه كين قدر يرجع لمستواه تاني وكان عمال يسبق العربيات كلها. بس للأسف برضه عربيات فيراري كانت متصدرة السباق وفضلوا على هذا النظام لحد بالليل. وكين بعد ما حاول كتير كان لسه برضه المركز التاني ومفيش غير عربية فيراري هي اللي قدامه. بس بعد شوية الفرامل بتاعت عربية كين خلصت فكين راح بسرعة للفريق بتاعه عشان يغيروا له الفرامل. بس إنزو فيراري أول لما شاف فريق كين بيغيروا له الفرامل بلغ الحكام بسرعة. وفي واحد من الحكام راح لشيل وكين وقال لهم اللي بتعملوه ده غلط. فشيل زعقله وقال له أنا قريت كل القواعد ومفيش أي حاجة بتقول إن اللي أنا بعمله ده غلط. وكين هو كمان اتعصب وقال للحكم مكتوب في القواعد إن إحنا مسموح لنا نغير أي قطعة خارجية والفرامل دي تعتبر قطعة خارجية. ولأن الحكم ما كانش عارف يرد اقتنع بكلامهم وسابهم يكملوا اللي بيعملوه. وكين لما رجع السباق تاني كان خلاص قرب يسبق عربية فيراري بس اللي كان سايق عربية فيراري فضل يدوس على الدواسة عشان يجيب آخرها ويسبق عربية فورد. وبسبب اللي عمله ده موتور عربيته ما استحملش والعربية عطلت منه. وبكده كين هو بقى الأول ومفيش حد غيره هياخد البطولة. وفي اليوم اللي بعده هنري وصل عشان يطمن ويشوف الدنيا وطبعا كان فرحان جدا وكل الناس بتهنيه لأنه كده هياخد البطولة وخلاص ما بقاش فاضل غير 3 ساعات بس والبطولة تنتهي. ولأن كين طبعا كان هو المتصدر النتيجة كانت محسومة وخلاص كده شركة فورد هي اللي هتاخد بطولة لامانس السنة دي. بس للأسف في الوقت ده ليو فكر في فكرة وراح قالها لهنري وقال له احنا عايزين ال3 عربيات الفورد بتاعتنا اللي في السباق يدخلوا خط النهاية مع بعض ولو عملوا كده هتبقى دعاية جامدة جدا لشركة فورد. فهنري ساعتها عجبته الفكرة وقال لليو يروح ويبلغ شيل. ولما ليو راح وبلغ شيل اتعصب وقال له مستحيل طبعا لأن كين سابقهم بكذا لفة. ووقت لما شيل كان بيتخانق مع ليو كين كان في الاستراحة وشايفهم وهم عمالين يتخانقوا. وشيل لما خلص مع ليو راح لكين وحكى لهم عايزين ايه وقال له كمان ان الموضوع دلوقتي في ايدك ولو عايز تعمل كده اعمل انما لو مش عايز براحتك ومن حقك تعمل اللي انت عايزه. وكين لما سمع الكلام ده كان متعصب منهم وما ردش على شيل وما تكلمش ولا كلمة ورجع السباق تاني. والمرة دي بقى كين كان سايق بأقصى سرعة وكان بالنسبة للعربيات التانية طاير على الطريق. بس المفاجأة بقى قبل ما كين يوصل للنهاية هدى سرعة العربية
وقرر يعمل لهم اللي هم عايزينه. وفعلا كين استنى العربيتين بتوع فورد التانيين ودخلوا هما التلاتة خط النهاية مع بعض. بس الغريب بقى، أول لما البطولة خلصت لقى إن كل الناس والصحفيين بيجروا على متسابق تاني من سواقين عربيات فورد، واكتشفوا ساعتها إن اللي حصل ده خطة عاملها ليو عشان ما يخليش كين ياخد البطولة. طب إزاي بقى والتلات عربيات داخلين مع بعض؟ في بداية السباق العربيات بتبقى مرصوصة ورا بعض، والمتسابق التاني كسب كين لأن مكان نقطة انطلاقه كان بعد كين بكذا عربية، وكده يبقى هو اللي ليه حق إنه يكسب البطولة. وللأسف بقى شيل وكين ما خدوش بالهم من النقطة دي، ولا كانوا مفكرين إن ممكن ليو يعمل كده. وبعدها كين وشيل مشيوا من المكان مع بعض، وشيل عشان يهون على كين قال له مش مهم البطولة دي، وأكيد هناخد غيرها طول ما احنا مع بعض. وبعد فترة كين كان بيتدرب بالعربية وشيل كان قاعد بيتفرج عليه، بس للأسف في الوقت ده العربية الفرامل بتاعتها فصلت وللأسف اتقلبت بكين. والمفاجأة بقى إن في الحادثة دي كين ما كانش عامل احتياطاته، والعربية لما اتقلبت بيه للأسف ما استحملش ومات. وطبعا ساعتها شيل ومراته وكل الفريق ما كانوش مصدقين اللي حصل. وبعدها ب6 شهور شيل راح عشان يطمن على بيتر ابن كين، واداله مفتاح تصليح العربيات وقال له انت فاكر المفتاح ده بتاع ايه؟ فبيتر قال له ايوه المفتاح ده اللي رماه عليك كين زمان. فشيل قال له فعلا، ووصى انه يحتفظ بالمفتاح ده، وقال له انا عارف انك راجل زي ما كين كان بيقول عليك، وكمان لو احتجت اي حاجة في يوم من الايام تجيلي على المركز على طول. وبعدها ودعه ومشي من عندهم. ومن بعدها كين مايلز اتعلق له شهادة تقدير في قاعة تكريم سباق السيارات، وكارول شيلبي بقى من أحسن مصممين عربيات السباق في العالم. والعربية اللي صنعها كين وشيل أخدت بطولة لامانس 4 سنين ورا بعض، وبقت هي العربية الوحيدة الأمريكية اللي فازت بالبطولة دي. والفيلم ده متاخد من قصة حقيقية وكل أحداثه حصلت في الواقع. وخلص الفيلم لحد هنا، لو عجبك ما تنساش الاشتراك ومتابعة كل جديد.